يوم الدنيا الرعب يسيطر على المجنون الذي يختطف البلاد، المتعاص اللي ايديه لا ملوثه بدم ولا سرق مال حد، اللي جنن حتى توادرس في احتفاليه عيد القيامه في الكاتدرائيه. رحل ناشط سوري ليث اللي طلب من جوه سفارته، كان بيتكلم مع السفير بتاعه، رفع علم الثوره السوريه. بعد القبض عليه تم ترحيل ليث. مشكور كل انسان تضامن معي او سأل عني لو بكلمة، وكله بحسابه وعدس بترابه. انا بخير، شكرا لكل من سأل عني في الايام الفائتة. تم منعي من دخول مصر ويتم ترحيلي حاليا من مصر لسوريا، مرورا بميناء نويبع المصري ثم ميناء العقبة الاردنية، وصولا عبر البر الى مدينة دمشق حي القدم. ربنا يحفظك يا ابني من كل شر. مع ان في الاخر زي ما قلت لحضراتكم العلم اترفع غصب عن عين امه فوق السفارة السورية في القاهرة. علم الثورة اترفع غصب عن عين امه زي ما اكدت لحضراتكم منذ اللحظات الاولى. المتعاص فاقد اعصابه بشكل رهيب، يستمر في مطاردة اسرة احمد المنصور، ووضعه حقيقة في منتهى الحقارة. اسمع يا سيسي، اسمع يا غبي. المفروض انت رايح تحتفل في الكنيسة ومحدش سألك انت خاين ولا لا، ايدك متعصى في الدم ولا لا. ده على اساس ان الناس اللي انت سجنتهم والناس اللي انت قتلتهم ماتوا بالحب والورد وانت بتحدفهم بيه، صح؟ مصر كلها شافتك وانت مرعوب وانت بتموت نفسيا، ملامحك، نظراتك، طريقتك في الكلام، وانت مش عارف تجمع كلمتين على بعض. انت عارف ان نهايتك قربت. انا دلوقتي عرفت الحكمة من ربنا سبحانه وتعالى من اللي بيحصل. حاجز الخوف اتكسر منك خلاص، والناس كلها بتتوحد ضدك. وضع حقيقة اللي فيه المتعاص، حيث يرصد الجميع الرعب، المؤيدين قبل المعارضين، المحبين انا مش عارفهم قبل الكارهين. الضغوطات السعودية من ابن سلمان، ما هو ابن سلمان مرعوب. مصر لما يحصل فيها حاجة كل المنطقة دي هتتغير. مصر لما يتصلح حالها كل المنطقة دي هتتغير، فالكل بيتحسس رقبته. فابن سلمان بعيدا عن الكره والاشمئزاز والاحتقار اللي بيكونه للسيسي، عايز الامور تتعدل في مصر عشان مصلحته. المصريين بيعتبروا السعودية اقرب من ليبيا، ففي ضغوطات كبيرة من ابن سلمان، وواضح ان ضغوطات ابن سلمان بناء على خطة معمولة مع ترامب. يعني ما هو خلي بالك السعودية برضو مش بتتصرف من دماغها، لانه من الحاجات اللي مجننه السيسي انه تقبل ابن سلمان ومن فوقه امريكا للارهابيين في سوريا. مش هم بيوصفوا المشهد كده؟ الاسلاميين اللي معاهم سلاح، الثوره المسلحه وثوره ويعزلوا رئيس. السعوديه متقبله المشهد وامريكا وبتتعاطى معاه باي بقى غدر، باي حاجه هيحصل، لكنها متقبله المشهد. فهو هيتجنن لان المشهد ده تاني ضحاياه هيكون السيسي فورا. هو عارف كده، قلت لك هو كان متغطي ببشار. فاللي بيعمله السيسي الفترة الأخيرة وقصة الحزب، ويجيب ناس مع أحمد موسى أشباه معارضين، على إنه بينفذ طلبات ابن سلمان اللي هي طلبات ترامب. ركز معايا، كلها طلبات واشتراطات من ابن سلمان. ابن سلمان بعت له أبو ركان وقاعد مع جمال في قاعدة هو عارف إن السيسي رصدها 1000%. ده كانوا راصدين ابو الفتوح ربنا يفك اسره، مش هيرصدوا جمال مبارك في لندن؟ خبر اجتماع خالد بن سلمان عن طريق الفيديو كونفرنس مع رجاله الخارجيه مع جمال مبارك حصريا في العالم كله، محدش قاله لحضراتكم غير هذا البرنامج المتواضع. عمود خيمه التعريض الحمامه الزاجله السعوديه. السيسي ما استجابش لبوركان. طبعا عارفين بوركان، يعني حكيت لكم عنه كتير جدا. عمرو اديب بيوجه للسيسي رسائل سعوديه امريكيه بشكل مباشر وقوي جدا. ليس عمرو اديب فقط، عمرو اديب وابراهيم عيسى وبتاع. خليني ابدا لك بابراهيم عيسى. ما جاهز معاك ابراهيم عيسى يا عبد الله قبل ما اروح لك لسكه عمرو اديب جانبي؟ طب اتفضل.
نفرج عن أصحاب الرأي، ما نفرج عن يحيى حسين عبد الهادي المهندس الوطني المخلص، ما نعفو عن أشرف عمر رسام الكاريكاتير، ما نعفو عن علي عبد الفتاح، ما نعفو عن نشطاء السياسيين أصحاب الرأي. الدولة القوية لا تخشى الرأي، وبالتأكيد لا تحبس أصحاب الرأي، لأنه مهما كان الرأي فهو رأي، لا هو تنظيم مسلح ولا هو طلقات رصاص ولا هو دعوات للكراهية ولا هو تحريض على عنف. الناس من حقها تختلف ومن حقها تعارض ومن حقها انها تقول، بل من واجبها أحيانا، بل من واجبها دائما ودوما. احنا نحصن نفسنا بهذه القوة، نحصن نفسنا بهذه المناعة، ان احنا نبقى مجتمع مش خايف من حاجة، مش خايف من اي رأي، مش منزعج من اي رأي، قادر على انه يسمع كل المعارضة وفي كل القضايا من اكبرها لاصغرها، في الاقتصاد وفي السياسة وفي الدين وفي المجتمع وفي القوانين وكل حاجة. ايه رأيك؟ السيسي عنده مبدأ واحد حق، يعني هو مؤمن بيه، ان فتحة الشراعة اللي فتحها مبارك هي اللي خلصت عليه، مع انه مبارك السيسي عنده مصيبة اكبر من مبارك. مبارك لم تكن ايديه مغلة بالدماء والاجرام بهذا الشكل، لم يغتصب اموال البلاد والعباد بهذا الشكل. اوعى تفتكر ال70 مليار اللي كانوا عند السيسي للحكومه المصريه ما استردتهمش وما قدمتش وثائق، وتم محاربه لجنه استرداد الاموال برئاسه الدكتور محسوب، وكل المشهد اللي حضراتكم انه ده شيء في ثروات السيسي. وبعدين مبارك عمل كده في 30 سنه، منهم 5-6 سنين في الاول كان مبارك حقيقه اداؤه القاسي والداني بيجمع ان اداؤه كان رائع جدا. كان لسه بيلبس البدل بتاعت المحله وبتاع، وبيحاسب علاء مبارك لما ياخد عربيه الرئاسه يتفسح بيها وقصص يعني. المهم يعني كل ده عرضناه، بس كان اسم البرنامج محطه مصر. السيسي فاهم ان مبارك، انه الشراعه اللي فتحها مبارك دي اللي خلصت عليه. تاني حاجه انه السيسي بقى عنده مذابح وعنده مجازر وعنده سرقات. اضطر ابن سلمان يوجه الرسائل مباشرة عن طريق عمود خيمة التعريض السعودي المصري. اتفرج. ادي الفرصة للناس تتكلم. خرج الدولة من الاقتصاد، خرج الناس اللي مقبوض عليها في قضايا رأي. هتقول لي يجي ناس يقول لك ايه، شفت كان كاتب ايه، ده شتم مش عارف ايه، كان بيقول بالاب والام، كان مش عارف. الماستر سين في تلك الرسالة السليمانية للسيسي، مين قال لك ان احنا عايزين ديمقراطية؟ كأن في ديمقراطية، عايزين نرجع لمصر للمشهد الجميل ده، كأن في ديمقراطية، كأن في حرية. اعمل لقطة كويسة، مش لقطة حزب الجبهة المتعاصة. اعمل لنا لقطة، اعمل اي مشهد كده تنفيس. عايزين مصر تبقى زي حلة البريستو، اضغط على امها، بس اعمل تنفيسة، لانها هتنفجر في وشنا كلنا. رسالة او عنوان الرسالة اللي بيحملها عمرو اديب للسيسي. ظاهر، هي مظاهر لحياة. انتوا اخر مرة سمعتوا كلمة الديمقراطية في مصر امتى؟ الكلمة يعني اتكررت في امتى؟ حد قالها امتى؟ انا مش عايز بقى الديمقراطية، انا عايز بس انه يكون هناك مظاهر على ان المجتمع يقدر يتنفس، يقدر يتحرك. المجتمع اللي بلا امل يتحول الى يأس. بيقول لك احنا انت اخر مره سمعت الديمقراطيه امتى؟ مع انه اول امبارح بيأكد ان احنا بلد وانها سائره وانه صح وانه يجب ان نخوض الطريق ويجب ان نكمل فيما بدأناه ومصر ام الدنيا وكل الكلام. لكن رسائل ابن سلمان لا تقبل نقد او ابرام. كأن في ديمقراطيه. عمرو اديب بينقل نقل لفظي من ابن سلمان بعد ما فشلت كل الوسائط والرسل أن تجعل السيسي يستجيب. أنا بتكلم بشكل واضح. كل ده يخلي البني آدم حتى لو عنده تقل اقتصادي، ثقل اقتصادي، السياسة تريحك، تخليك تشعر إنه أنت ليك خلاص. انا كمستثمر في الداخل، اتكلم مع مستثمرين في الداخل، يقول لك انا
انا بنافس مين؟ الناس دي واخده الارض ببلاش، الناس ديت ما بتدفعش ضرائب، الناس ما فيش فايده. طب وانا اتوسع ليه؟ انا اعمل ايه؟ ده احنا هنسيب بقى الكرسي بتاعنا هنا بقى. نحن نشعر بالتهديد حقيقه. لو انتقل، هو برنامج اسمه عمرو اديب، ايه اسمه ايه مش عارف الاسم، المهم يعني ده مع عمرو مفيش اي حاجه غير اللي احنا قلناه، واللي اهالينا محبوسه بسببه، واللي احنا مطاردين فيها نفس الكلام اللي بنقوله. خلي بالك ابن سلمان عاجل افرجت السلطات السعوديه الان. ده دكتور عبد الله العوده، ربنا يفك اسر ابوه واسر اسرانا في السعوديه واليمن ومصر والمغرب والجزائر، في كل انحاء الوطن العربي ولبنان. عاجل افرجت السلطات السعوديه الان، ده النهارده، عن الدكتور محمد فهد القحطاني العضو المؤسس لجمعيه حسم في السعوديه والحقوق البارز بعد 12 سنه اعتقال على خلفيه نشاطه المدني. حمد لله على السلامه. خبر مهم ومفرح في سلسله افراجات مؤخرا في السعوديه طالت اسماء متنوعه، من اخرها كان الاستاذ عيسى النخيفي. القحطاني حرا الهاشتاج. فابن سلمان بيحاول ينفس، يعمل برضو تنفيذ في السعوديه. ده اداء العقل، مش ده اللي بتنتظره الشعوب، بس هو ده التصرف في ظل تلك الاوضاع. ده اللي بيعمله ابن سلمان، واللي عايز السيسي يقلده. احنا مش عايزين ديمقراطيه. هل ابن سلمان لسه ما افرجش عن الباقيين؟ بينفذ، فاهم، عشان يدي امل للي جوه انه ممكن يخرج، انه ممكن يحصل فيه تغيير، انه ممكن يعمل كذا. ليه؟ لأن مشهد بشار يجب أن يكون نقطة فاصلة في تلك المنطقة، وسيكون. فعمود خيمة التعمير بيقول لك أنا بتكلم بشكل واضح. أنت لا تجرؤ على الحديث بذلك الشكل الواضح إلا بعد أن ارتكنت لظهر السعودية. ده اللي مديك الأمان، خليك تعمل وكأنك رجل، مع انك من كبار المساهمين في تلك الجريمه وملكش قوم. لكن دي رسائل ابن سلمان. خلاص انتهينا. احنا عرفنا انه كان في وقت، انه في مشاريع لا تستطيع الا الدوله انها تقوم بها. وبصراحه اوقات كتير ما بنتكلمش، يعني لما بنبقى في طريق ما وفي قريه ما وفي صعيد ما بنبقى شايفين اللي حصل، بس ما حدش بيفتح بقه. قال لك كان ده خلاص في ظرف، انت لازم تاكل الجيش، ولازم الجيش يصل لمرحله دي عشان تليس الحكايه. تمام، خلصت بقى. مع ان في مشاريع كتير احنا بنروح نشوفها بنبقى عايزين نبصق عليها، بس ما حدش بيفتح بقه. هو بيتحدث عن الجيش مش الدوله. الدوله دي ما بتعملش اي لا مشاريع ولا بزراميط. ما فيش اي حاجه. ده العاصمه الاداريه يا راجل طلع قال لك مش من الميزانيه. ولاد الفجره، والله العظيم ولاد فجره. قال له عندك فرصه. دي رساله ابن سلمان. عمرو اديب قال له هقول، بيقول للتركي هقول. قال له من امنا بعناك يا عمرو. دي رسائل طالمنشارو، قولها السيسي لا يجرؤ يقرب لك. فحمل الرساله، قال له عندك فرصه تلحق نفسك. تخيل الكلب ده، الدليل ده، يجرؤ يقول الجمله دي الا اذا كان مرتكن لغطا شديد، وهو طالمنشار. درجة الحرارة لما تصل إلى 100 يحصل الغليان، درجة الحرارة عندما تصل إلى 0 يحصل التجمد. هل إحنا عندنا فرصة؟ هل في أمل؟ إمتى؟ بلدك، ناسك، سياستك، صناعتك، اقتصادك، أنت 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 أنت، مفيش غيرك. محدش بره هيقدر يقرب لك. لما يعملوا إيه؟ لو اجتمع الإنس والجن عليك، لو أنت قوي من جوه والله في سماء. عندك فرصة تلحق نفسك، ما تقعدش مبررات. الفرصة لسه ما راحتش. انقذ نفسك بدل ما تلاقي نفسك زي بشار ما حدش نافعه. لو ما شفتش مش هتصدق، صح؟ لكن ابن سلمان غلب غلبه، حط صابعه في الشقة، ما كانش قدامه غير عمود خيمة التعريض السعودي المصري. الراجل التاني تم تسليمه تسليم آلي، اللي هو القوى. ايوه دلوقتي احنا هنيجي
لا احنا موقفين. انا فاكر التصريح بتاع عمدة دمشق، قال لك احنا عاملين دائرة حوالين انا مش ناسيه، انا كنت موجود. من المستحيل كسرها. دمشق سقطت قبل ان يصل الجولاني على حدودها. محدش نفع بشار. حاول تلحق نفسك. بقول لك رسالة مليئة بالتهديدات الواضحة، وتشعر أنه التحذير الأخير. تقدر تربط ده زي ما بقول لك، الحكاية مش ابن سلمان، الحكاية ابن سلمان وترامب. عشان كده بايدن خصم ال 85 ولا 90 مليون عشان يبقى عمل حاجة بتاع تحت دعوة ايه؟ بايدن خصمهم تحت دعوة انه الوضع الحقوقي في مصر، عشان يبدو ان بايدن عارف ترامب يعمل ايه، بيحرق له اي حاجة من اللي هو جاي فيها كحزب ديمقراطي، مش بايدن يعني، عشان الطعنات اللي خدها الحزب الديمقراطي كبيرة جدا جدا، فبيحرق له، بيحاول يستبق بكل الاشكال عشان ما يديش انتصارات رهيبة لترامب. رسائل والتهديدات بيحملها عمود الخيمة اللي بيتجرأ وبيهدد وبيتعامل بناء على الرسالة اللي قالها، لأن أكيد عمرو كان مخضوض جدا وتركي بيأمره بالرسائل. قال له للأسف ده غبي ولازم يفهم. أنا بنقل لك المقولة دي نقلا عن مولاي سيدي الأمير محمد بن سلمان. تركي قال الشيخ لعمرو أديب، قال له ده غبي ولازم تفهمه بهذا الشكل، ما عندوش خيار. تعرف ازاي اللي علامات التغيير اهو؟ فعلا دولة خرجت من الاقتصاد، فعلا كان في الناس بتوع الرأي طلعوا من السجن، رغم ان في ناس كان عندنا عليهم وكانوا بيشتمونا احنا شغالين، ولكن مش مهم. علامات التغيير، علامات التغيير. التضخم يقل، علامات التغيير. اديني علامة تلاقيني يعني معاك يا ماما. يعني تلاقيني معاك يعني صاروخ. مش هو عمرو أديب، مش تلاقيني معاك صاروخ، مش هو قصده ابن سلمان. مش قافل عليك المحبس، اديني علامات. عشان كده تزامنا مع هذا اختاروا جهبذ الجهابذة ومخبر المخبرين، فبيقول لك هتلاقيني معاك. عشان كده احمد موسى بيستضيف بقى ايه؟ كأنهم معارضين. منير فخري حسام بدراوي، مش اظافرهم متقلمه دول يعني كانهم معارضين، يعني كانهم يعني على اننا ايه بنعمل، ويقول له، واحمد موسى يقف من الشباب يقول له اتفضل انت على الهواء اتكلم، قول كيفما يحلو لك. دي وظيفه، بس احنا مخصصين لها المنفذ ده عشان ابن سلمان يفتح نقول له ما هو بننفذ اهو. في معارضين فاكر انه هيمثل على طال منشاره. السيسي مش قادر يستوعب لحد دلوقتي ازاي ابن سلمان وامريكا قبلوا التعامل مع ثوار سوريا، والرساله دي واصله له بشكل مباشر محدش هيغيرها له، ان ممكن لو انا مشيت يبقوا مجهزين يتعاملوا مع الاسلاميين اللي يجوا مكاني، ان انا يبقى هم مجهزين ده. كل اللي كان مطمن السيسي طيله تلك الحقبه البيضاء انه كان حاسس بامان ان بديله هو التيار الاسلامي. فضل الله الجملتين اللي بقولهم لك دول اسمعهم في حته، اللي هو معسسه بالاطمئنان طول الوقت انه مفيش بديل. ليه؟ شفيق طلع احبسه، سامي عنان احبسه، قنصوه احبسه، بتاع احمد طنطا احبسه، مفيش اي حاجه، عشان البديل يظل ايه؟ اسلامي. فطول ما البديل اسلامي، لا السعوديه والامارات رعاة محاربه التيار الاسلامي هيقبلوا، ولا امريكا. فقبول السعوديه وتركيا للمشهد السوري حتى لو بالغصب عامل له رعب كبير جدا جدا جدا، لان ده اخر قشه كان يستند ليها، لا انا لا الاسلاميين. طب ادينا قبلنا الاسلاميين، فبيتبول على روحه زي ما حضرتك شفته في الكنيسه وبعد رحيل بشار، وزي ما قعد يتبول في كل حته، كل حته، ما بقاش نافع معاه حفاظات على الاطلاق. انت مصر، انت تقيل، انت قوي، انت قادر، لكن
ربنا عايزك تتحرك بقى. العلامات والموقع الجغرافي خلاص انسى هذا الامر بقى تماما. فين حركتك؟ فين اقتصادك؟ فين ناسك؟ فين قوتك؟ فين قدرتك؟ فين قوتك الناعمه؟ فين ثقافتك؟ عبد الله بيقول لي شغال معاه زي بتوع التنميه البشريه. انت جامد، اقف قدام المرايه وقول انا اسد، فاهم؟ انت كويس، بس احنا عايزينك تتحرك. انت جميل، اوعى تفتكر كل الامراض النفسيه دي انساها. قصير هنطولك، بتعرق لما تسافر بره هنحط لك حاجات، مش هنظبطك، بس يخرب بيتك هتخر علينا كلنا. فالسيسي عايش في رعب شديد جدا، وابن سلمان حافظه، فبيلعب على اعصاب السيسي، بيضغط عليه باقصى ما يستطيع عشان يعمل اي تغيير لمصلحه السعوديه. السعوديه مش عايزه مصر تبقى مصر اطلاقا. السعوديه اكتر حد حريص ان مصر تضل كده، لا هي غرقانه. السعوديه لا يمكن تعرف تعيش ومصر غرقانه. الغرق ده يبقى السعوديه هتغرق على طول والله وانت مغمض. لا يمكن السعوديه هتقوم لها قومه، مش المنطقه كلها، السعوديه اللي انت فاكرها لا يمكن تقوم لها قومه ومصر غرقانه. فهو عايز السعوديه عايزه مصر لا غرقانه ولا طافيه كده. فهم عايزين من السيسي يخليها كده لانها بتغرق، فاهم؟ فعشان كده الرسائل بيضغط على اعصاب السيسي لانه هو خبزه وعجنه، عشان تبقى فاهم يعني. عدم تركك للموظف ينكد على الناس. سنة كده يا جماعة ابعدوا الموظفين من النكد على الناس. الحلول حتى الآن تأتي من الموظف، لا، يجب أن تأتي من التاجر، من الصانع، من الزارع. هو ده اللي هيحل، هو ده اللي هيشغل. لو لميت كم مليون ولا كم مليار من الموبايل مش زي شحنة برتقان محترمة. احنا في مرحلة جيدة نقدر نعمل شيء. أظن قلت لحضرتك على هذه الرسائل قبل ما عمود الخيمة يتحدث ويوجهها للسيسي. أبو ركان وجهها للسيسي بشكل مباشر، وبفضل الله سبقنا الجميع. ايه سبب رئيس من اسباب غضب ابن سلمان من السيسي؟ السبب ده قاله بوركان في المكالمة الغاضبة اللي جت بعد اللقاء اللي عمله عبد الفتاح السيسي مع الإعلاميين والجيش، والصور اللي خدها الخزعبلية في العاصمة الإدارية واللي اتقال فيها أنا مش متعاص وما سرقتش مال حد. بوركان اللي هو حلقة الاتصال بين ابن سلمان والسيسي، بوركان المتوحش، حكيت لحضراتكم عليه قبل كده، صورته هتشوفوها على الشاشة. ده راجل من الذراع اليمنى الحقيقية لابن سلمان في تربية وعقاب أي حد بيعاملوا الكلاب اللي زي السيسي. بوركان كان ليه مكالمة غاضبة مع فتاح السيسي بعد المشهد بتاع المتعاص ده، وكان غاضب جدا. قال له ابن سلمان شايف انك طلعت بصورة ضعيفة، مفيش سبب انك تظهر امام الشعب بذلك الخوف والرعب. المعادلة قلتها لك قبل كده، ده بوركان بيقول للسيسي نقلا في رسالة محددة من ابن سلمان. قال له المعادلة بسيطة جدا وانا بلغتها لك قبل كده وانت مصر انك ما تعملهاش. ايه هي المعادلة؟ قال له انت بتسرق ومصر على اكمال العاصمة الادارية ومشاريع ما انزل الله بها من سلطان. لا تسرق لا تعمل المشاريع لانك مجوع الشعب. اسرق واكل الشعب، سيب الدعم، عشان الناس دي لو هبت في وشنا هتعملنا جلاشة حقيقية وهتعدي البحر الاحمر في فلوكات ومراكب ومش هنخلص، الدنيا هتتقلب. الكلام ده ما فيهوش اي قدر من المبالغة. من شاء فليصدق ومن شاء فلا، الاتنين ليهم احترامهم. فعمود خيمة التعريض ده الكارت الأخير اللي بيضغط بيه ابن سلمان، وبيقول له من ضمن الرسائل المباشرة كي وقت انك تنقذ نفسك وتعمل إصلاح بسرعة قبل ما يفوت الوقت. هناك فرصة قوية لهذا البلد للتغيير والإصلاح، وأنا لست مع فكرة
ان احنا في اخر نقطه، هذا بلد قابل وما زال للتغيير والاصلاح. واذا كان السنوات الماضيه كان عندك اشياء بتحاول تغيرها، مضطر تستقبلها، مضطر تقبلها. ده برضو رجل التنميه البشريه اللي بيقول لكم عليها عبد الله. انقذ نفسك واعمل اصلاح وافتح الشراعه شويه لقطتين وبطل سرقه. دي رسائل التهديد الجديده من ابن سلمان للسيسي. فليكن هذا العام في بدايته أن يتم التغيير والإصلاح، وأن تجد الطريق اللي يخلي الناس ديت، الشعب ده، يقبل بشكل جيد وواضح إنه يحافظ على مجتمعه. إحنا مش في نهاية، إحنا مش على الحرف، قادر على الاستمرار، ولكن هناك أشياء يجب أن يتم عملها والمضي فيها بقى. يلا بقى حان وقت الإصلاح. عمود الخيمة بيرن جرس ابن سلمان في أعنف رسائل توجه للمتعاص منذ انقلابه. خلاص كان في ظروف، كان في أشياء مضطرين نعملها، الأسباب كان في. عندما يشعر الإنسان أن هناك طريق للتعبير وهناك طريق للتغيير، فلن يشعر بفقدان الأمل. ما هو اللي بيحصل إيه؟ هو اللي حصل إيه عند بشار؟ إنه مفيش أمل خلاص. هو وصل الناس إنه مفيش فايدة. بقول لك المشهد جنوني بامتياز. أنا عايز يا جماعة زمايلي اللي سامعين، عايز صورة بابا توادرس امبارح والسيسي واقف قدامه كده لما كان بيبص بذهول وقاعد يبص للناس حواليه. المشهد يذهل اقرب الحلفاء. وابن سلمان بيضغط ضغط غير مسبوق على اعصاب السيسي في تلك اللحظه لتنفيذ تغيير لانقاذ عرش ابن سلمان قبل عرش السيسي. يكون عندك فكره يعني. يجب أن يشعر الإنسان أنه قادر عن التعبير، قادر على أنه يطلع اللي جواه، قادر على أنه يقول ويتكلم ويكون فاعل في أحزاب حقيقية، في مجلس نواب حقيقي، في اتحاد طلبة حقيقي، ويبدأ الناس في التعبير عن نفسه. بالله عليك تاني الحته دي الاعتراف. انت شوف ده عيب حقيقة اللي بيلعب على كل الاحبال، انه اجبر بنفسه بذات نفسه يعترف انه كذاب داعر. عمرو اديب كذاب داعر، اللي هو كل الاكاذيب تهاوت في رساله ابن سلمان، اللي هو كان راس حربة ترويجها للشعب. هو عمرو اديب اللي بيقول له النهارده عايزين شيء حقيقي في المشهد العبثي والبزراميطي، بعد ما البلد دفعت 10 سنين خيرة أبناء البلد وعائلتها، واتدمرت واتباعت أرضها وميتها واتحبست واترهنت وأخصيت. النهارده عمرو أديب بيعترف، لأن الرسالة ما يقدرش يفلت منها. يجب أن يشعر الإنسان أنه قادر عن التعبير، قادر على أنه يطلع اللي جواه، قادر على أنه يقول ويتكلم ويكون فاعل في أحزاب حقيقية، في مجلس نواب حقيقي، في اتحاد طلبة حقيقي، ويبدأ الناس في التعبير عن نفسه. حقيقي. ايه الصورة؟ ايه الصورة؟ يعني في صورة ايه؟ اللي هو بيقولوا لي في صورة. طب صورة ايه حضرتك يعني؟
عايز صوره السيسي وتوادرس. بشكرك جدا يا عبد الله. هات لي بص بص تودرس. لو كان المسؤول عنكم برضه مش دي الصوره اللي انا عايزها، مش دي الصوره اللي انا عايزها، مش دي صوره رعب تودرس وذهوله وبحثه في الارجاء عن اي منقذ عشان يقول لهم اللي انا بسمعه ده حقيقي ولا مش حقيقي. لو كان المسؤول عنكم انسان مش كويس، دي متاخده القاهره الاخباريه اللي مختاراها يا جماعه. الصوره مش بتتاخد من القاهره الاخباريه، القاهره الاخباريه مش هتنزل صوره للمتعاص، دي الصور بتتراجع. لا، صوره طبيعيه متاخده طبيعيه. على فكره حتى ابن سلمان حسابات اتبعتت لي الجنرال حساب رسمي تبع ابن سلمان، فبيقول ايه؟ احترام خصوصيه كل دوله وفصلها عن غيرها ضروره، فالتعميم او في الهجوم او الاساءه على السعوديه وربطها بدوله خليجيه اخرى اللي هي الامارات العبريه، وخصوصا دوله بعينها وخصوصا دوله بعينها، لا يعكس الواقع. عايز يقول احنا مش اوساخ زي الامارات. لكل دولة سياستها ورجالها الذين يمثلونها، والتعميم يسبب سوء فهم ويشعل التوترات. كن واقعيا واهتم بشؤون دولتك بعيدا عن المثالية الزائدة. دول الخليج تربطها روابط قوية، لكن لكل دولة خصوصيتها ومصالحها التي يجب احترامها. ابن سلمان في يوم اختطاف عبد الرحمن يوسف. لكل دولة خصوصيتها التي لا يمكن اختيارها. هي دي الصورة، بعتوها، هي دي الصورة ممتازة. الصورة دي، عايز الصورة دي بتاعت تودرس والسيسي، هبعتها لك. جات لك اهي عندك، اللي هو لقطة بقول لك ده ليلة العيد، يخرب بيتك ايه الهرتاله اللي انت بتعملها دي اهو. ايوه تسلم ايديكم، شكرا جزيلا. بص، انا تودرس كان بيدور على شخص معين، يعني في بينه توارد فكري، كان بيقعد يبص له كل شويه في القداس. انا تابعت البتاع بدقه شديده جدا، عايز يقول له حد يقرصني، هيموت يقول حد يجي يقرصني. هو في ايه؟ هو فجاه تحول ليه كده؟ قاعد يبربر ويعمل ويقول مش انا ومش هعمل. يخرب بيتك، ده احنا قلنا لك ما تقولش كده تاني. عمود خيمة التعريض قال له ايوه انا جاي برسايل ومش مكسوف وحافظ الرسايل، والحق نفسك وشد مأزرك. يلا عندك برلمان بقى، عندك انتخابات برلمان. كان الانتخابات اللي فاتت كان ليها شكل معين، ظروف تحت امرك، تحت امرك، خلاص ماشي. انما الان دعم 100 مليون زهره تتفتح بقى. عندنا فرصه لسه، مش زي ما هم بيحاولوا يصدروا لنا. يلا بسرعه، مشهد جنوني، المشهد جنوني. دلوقتي بيعترف عمود خيمة التعريض، قال لك انتخابات، شفت التلاعب بالالفاظ، انتخابات ليها وضعيه معينه. يا ابني انتخابات ايه يا ابو انتخابات؟ النهارده بيعترف بكل حاجه. المشاريع فاشله، الاقتصاديين بيهربوا لانه الجيش مسيطر على كل حاجه. كل اللي كان بيحصل كان غلط ويجب آن الأوان أن نصلحه. الانتخابات مضروبة. لا يجرؤ عمود الخيمة ولا الخيمة نفسها ولا مرات عمود الخيمة ولا عماد أديب إنه يوجه كل تلك الرسائل. عماد كان بيوجه رسائل برضه لو تتذكروا من السعودية. فالمشهد بزرامي يوضح لحضرتك ما خفي. احمد موسى بيلعب دور ما يعرفش يقول الكلمتين دول، مستحيل ما يعرفش يقولهم، حتى لو كتبتهم له ما يعرفش يقولهم. امكانياته كده، فامكانياته يستضيف ويقعد يعمل يبتسم يقول له اهو اتفضل حضرتك. واحمد موسى بيموت، يعني مش متخيل الضيوف اللي قدامه اللي هم كانهم معارضين بيعملوا كده.
المشهد كله تمثيلي لعل ابن سلمان يتقال لابن سلمان ايه، بص اهو فتحنا للمعارضين يتكلموا. يا ده منير فخر عبد النور يعني كان وزير معاك مرتين يعني، وده حسام بدراوي حضرتك انيس اكتر من قطه المنزل، يعني مستأنس اكتر من قطه المنزل. يعني ده من قديمه. الدكتور حسام بدراوي من انصار الاصلاح في الداخل، يعني ابقى من رجاله جمال مبارك لعلي اصلح من الداخل، ده ايام جمال، فبالك بقى ايام السيسي. فاحنا بنعمل عايزين نمثل اي مشهد يحرق ابو اللي جابك، ده اللي ناقص يقوله عمرو اديب. اي انسان النهارده في مصر، هل هناك ضوء في نهايه النفق؟ هو ده اللي لازم يبان ازاي؟ سياسيا، انه والله امبارح كان في شفنا حد بيتكلم كان ليه راي في كذا وراي كذا وعمل كذا، تمام، يلا خلاص، امبارح وبكره وبعده في محاسبه لناس كانت انحرفت، كويس احنا معاك. انا ابتدى الضوء بقى يبان هبابه. قال له في بني ادم في مصر في ال100 مليون عنده ضوء في اخر النفق؟ كلا، ده مش معتز مطر اللي عليه اكتر من 75 سنه سجن، واللي عيلته محبوسه رفض يخرجوا امه من المطار، وحبس ابوه وحبس اخواته وولاد عمه وولاد خالته وولاد قرايب، كله مش ده عمرو اديب. قال له في بني ادم في مصر عنده ضوء في اخر النفق؟ مفيش. هو مش عارف يتصرف. السيسي في حته مش عارف يتصرف، هو فاهم تمن اللي بيطلبوه ده ايه، اللي هو نهايته. ليه؟ تاني اقول لك المشهد الرئيس، دي النقطه الرئيسه، دي الزتونه، رغم اني ما بحبش الزتونه خالص، لكنها الزتونه، حبيتها انا ولا ما حبيتهاش براحتك، هي دي الزتونه. الزتونه انه 11 سنه انقلاب مبنيه على العدو، الاخوان، حتى لو مش اخوان، حتى لو مسيحي بينضم تحت الاخوان، حتى لو ليبرالي اشتراكي ثوري تحت الاخوان، بتاع متواطئ وجماعه اثاريه وبتاع كذا، ان في عدو احنا بنحاربه، والعدو ده هو عدو الامارات والسعوديه، وبيدفعوا لنا مقابل ان ده العدو، وده المشهد. فجاه الاسلاميين ما بقوش عدو، والسعوديه وامريكا تقبلت العدو، بل ان الامارات رغم كل الوسخات والنجاسات والبتاع رفعت علم الثوره واستقبلت مع كل شيء، بتتماهى مع المشهد. اذا في تغيير جوهري في السياسه العالميه. ما هو السياسه، مع احترامي للسعوديه العظمى والامارات الموكوسه، السياسه العالميه مش بتتحط هنا، السياسه العالميه بتتحط في امريكا، اللي هي وصف السعوديه بانها لولاها لم توجد اسرائيل. ده جزء من السياسه العالميه، ان احنا نتعامل معاه، ان احنا الاسلاميين ممكن يحكموا، هنعمل ايه بقى؟ ده احنا جبناها شرق وغرب. السيسي مش هيقدر يعمل كده.